عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض جولة تانية، بس المرة دي هتكون مفصلة أكتر، لأن الفيديو اللي فات انتوا لو تلاحظوا طبعا كان معايا بابانا، يعني كان استعجلنا شوية. فالمرة دي بقى نحاول إننا يعني نشوف منتجات أكتر، ونشوف الأسعار، ونشوف درع العصير اللي أنا جاية عشانه. أنا عندي طبعا دوارق عصير كتير، بس أنا عايزة 3 أو 2 شكل بعض. دوت واحد مجاني. ده بكام يا ريم؟ شوفي لنا ده بكام، شوفي لنا سعر. بس هنا طبعا حاطط شرط ان نفس الصنف ونفس اللون هو اللي نفس. الصواني اللي انتهينا بيها امبارح نبدأ بيها النهاردة. عايزة اوريكم الاشكال. ده طقم 3 صواني ب 235. ده برضو 210. انا بقى بحب الحاجات ديت اللي من غير يد، معرفش ليه. انا يعني اخاف من الحاجات اللي بيد كده، احس ان هي هتتكسر. ده 110. الشكل النحاسي دي بكام؟ عايزين نعرف الاسعار. 185. ده ب 185. الله حلوة دي. بصوا ليها كده رجل تبقى مرتفعة عن الترابيزة. خلونا نشوف صواني من دول. دي ب39 برضو. عايزة 2 يكونوا شكل بعض. دي ب30. لا بس الاسود لا كويسة الطقم ده. ده طقم 3 ب29. خفيفة خالص. بصوا دول برضو كويسين قوي. تخيلوا دي بكام؟ كانت ب110 بقت ب79 ريال. كل الحاجات الاكريليك ديت غالية قوي. في الشكل ده دي ب42. اهو شوفوا ده شكله كويس. درع هو اكريليك ب44. يعني انا عشان اجيب 2 88 ريال. حلو برضو لونين بس نفس الموديل، برضو يبقى كويس قوي. ده 59. ده اكريليك برضو، بس شوفوا في حركة. الترامس ديت على فكرة حلوة قوي. اول حاجة هي الماني. لا بس ده الصيني. بصوا الاصلي منه الماني. ده ب19. انا جايبه الالماني بيقعد يعني اكتر من 12 ساعة الحاجة فيه سخنة.
بس احنا عايزين واحد دلوقتي عشان القهوة. شوف كده بقى، في اشكال كتير. طبعا ده لتر واحد يعني. اعتقد ان اللي هنا ده ممكن يكون هو الالماني، هو مكتوب عليه الاصلي يعني. نشوف اهو الماني ميد ان جيرماني. ده بقى بكام؟ ده ب49 ريال. طبعا الوانه حلوه قوي. بصوا الاحمر، وده برضو كويس. دايما تلاقوا الحاجات الغاليه كده حاطينها في رف لوحده. دول برضو كويسين. ده رود بونت، اللي هو رود بونت الاصلي طبعا، 64 ريال. الوان العرايس بقى. بصوا ده 45. ده كويس ولونه حلو. كان ب28، كان رخيص قوي وبقى ارخص قوي، بقى ب17. ده كويس. ناخد اللون الاحمر. الاطقم دي بتكون مع بعض طبعا. دي بيكون لها اسم. بصوا هي كانت ب320، بقت ب224. دورق ازاز. طبعا ده حلو قوي 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 للعرايس، يتحط في النيش. ومعاه 6 كاسات. طبعا الكاسات دي بتاعت الطقم ده، حلو قوي للنيش. وبرده لغير العرايس يعني، ما هو احنا ايه برضو لازم نجدد كده كل فترة. بس اللي بيبقى عندها اطفال زي ما قلت قبل كده صعب يعني الحاجات دي تتحافظ عليه. خاصة انا من الناس اللي احب اجيب الحاجات دي واستخدمها، مش ان انا احطها زينة وخلاص. اشكال طبعا كتير قوي منها. طبعا انا مركزة في التصوير دلوقتي عشان براجع التصوير بعد ما بروح وبتفرج بقى براحتي يعني. اللي انا مشفتوش في المحل اشوفه في البيت. ده برضو حلو قوي، شياكة. بس الدرق بتاعه شكله شوية مش لطيف، عامل زي اسمها ايه الشيشة، عامل زي بتاعة الشيشة. مش لا، ايه الجمال في كده يعني. دول برضو حلوين قوي، زي الحاجات اللي هي البوهيمي. 300 شكله. ده طقم اكريليك ب165 ريال معاه الكوبايات. بس طبعا يعني لو ما حافظتيش عليها وغسلتيها باسفنجة تتجرح على طول. طبعا لو دخل غسالة الصحون برضو هيخرب. شوفوا الشكل ده. ده جميل. سعره كام؟ سعره
سعره 55 ريال. برضه في واحد تاني شكله حلو قوي اهو، ده انا كنت بدور اصلا على الشكل ده قبل كده. يا ترى بكام هنا؟ ب48 ريال. لا معلش بقى مش هجيبه النهارده. كل اشكاله اهي، شوفوا جميل قوي. طب دوت بقى يعني ايه، واقف على كف عفريت كده ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تتكسرش. هنا بقى ب35 الاشكال دي. شايفين دي اللي ورا؟ معرفش بقى مفيش منها معروض. دي عايزه اشوف شكلها على الطبيعه، لاني دايما اشوفها في الانترنت. ايه ده بس كده؟ بصي شكله، الله جميل قوي. يعني ممكن بشفاطه كده، وممكن بس شوفوا خفيف ازاي. احنا نبعده بقى كده خالص. جميع اشكال فناجين القهوه العربي. طبعا دي الحاجات اللي هي كريستال بقى 100%، وحاجات ايطالي. بصوا ده سعره كام؟ ده بتاع شاي ب 675، 18 قطعة. يعني في منتهى الفخامة، بس يعني شوية غالي قوي. اشكال بقى كتير قوي منها. يا ريت بس لو انتوا مستمتعين معانا كده بالفيديو، يا ريت لو تحطوا لي لايك، وممكن على فكرة تشيروا الفيديو، مفيش مشكلة، ده شيء يسعدني يعني. ده جميل قوي. بصي سعره اعتقد، لا المتلج اللي هو ده اللي فيه، المتلج المقصود بيها اللي هو زي مصنفر يعني، اللي هو فيه حتت كده مصنفرة، 95 ريال. ده ب120 ريال، اللي هو 12 واحد. كاسات الشاي بقى، شوفوا فيه ملون هنا، ده كويس برضو. ده 12 فنجان 75 ريال، بقى ب38 ريال. حلو برضو الطقم ده، جميل. حطيت الشمعة تحت وتسخن القهوة العربي. ودي علبة التمر، ودي اعتقد برضو علبة تمر. ده طقم الشاي، لا دي سكرية لان هو معاه طقم شاي، يعني معاه براد شاي ودلة القهوة. فدي بتاعت التمر، دي التمرية، وفناجين القهوة اهي. ده طقم كامل سعره 325 ريال. طبعا الطقم كامل يعني فيه من دوت ممكن تلاقوا 12 من ده و12 من ده.
العصير. لو انت مثلا عندك عزومه يتحط على السفره، اللي عايز بقى يصب لنفسه. ده دور واحد وده دور واحد، ده دورين. شوفي بس على فكره ان يعني لازم تخلي بالك من الانواع، لان في انواع الحنفيه اللي فيها بتكون يعني بتخرب بسرعه. ده طبعا حاجه كده فخمه، 245 ريال ده، بس انه دور واحد يعني انا برضو مش مستفيده حاجه. ده بقى للعزايم الكبيره، الاستراحات. ده ب119 دورين، وفي مكان جوه للتلج. ده 3 ادوار. بصوا اللي فوق دي مقسومه نصين، دي اتنين جنب بعض. حطي صنفين عصير، وهنا صنفين عصير، وهنا صنفين عصير. بصوا الحنفيه هي مخلوعه، معروضه وهي مخلوعه، يعني امال لما اجيبها البيت ايه اللي هيحصل فيها؟ لا 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 يا جماعه، مش جايباه خلاص. لا لا لا، ما تحايلوش عليا. فنجيب بقى القهوه اللي هي العاديه. احنا ايه، خلينا في العادي، احنا بتوع العادي، احنا بنحب الحاجات العاديه. ده كان ب59 بقى ب49. 12 حبه طبعا، 12 حبه. ده جميل عليه كريستال. ب48 ريال. شوفوا الكريستال فضي والذهبي. بصوا شايفين ده براد الشاي، وهنا دي العلب بتاعت النكهات بتاعته. يعني بتحطي مثلا هنا الشاي اللي بطعم الخوخ، اللي بطعم الفراولة. ده طبعا ب130 ريال كله على بعض. بتحطي هنا سكر، يعني زي ما تحبي. طبعا دي فكرة مبتكرة، انا بحب الحاجات دي قوي. طقم التوابل بصوا بكام ده، 2 4 6 8 16 واحدة ب125 ريال. احنا عايزين واحدة من دي بس مش عايزة لها غطيان كده متحرك. بصوا دي سعرها 49 ريال، طقم الملاحة الحاجات دي. ودي طبعا ريم حبيبتي، طلعتها معايا في دور، قلت لها هطلعك في دور معايا. دي ب55. لا دي مش عايزة كده، انا عايزة ملاحات بس. ايوه دي كويسة. بصوا دي ب24. خليها برضو ايه اخر حاجة، لان انا مش عارفة هجيب ايه بالظبط. احنا امبارح على فكرة كنا في القسم ده، بس انا ما صورتش علب التوابل. ده ب75 ريال. 58. اقروا انتوا بقى الاسعار عشان وده دوار. ده جميل لدورة في المطبخ الداخلية، ما ياخدش مساحة. شوفوا سعر 75. ده 80. ده بيتعلق، بس لو انت بقى مستعجله وما نشنتيش تقومي عامله كده يقوم واقع. ده برضو ده كويس قوي، بس يا ترى بكام؟ 80. ده زيت وخل وملح وفلفل. ده 75. شوفي ده الالوان الجميله بقى يا عرايس فينكم. طب على فكره بقى الحاجات ديت انا جبتها وانا عروسه، ولحد دلوقتي موجوده وما استعملتهاش. مش لوحدكم يعني العرايس، احنا كمان عرايس.
الوضع ده 15 ريال. صحون الحلويات، الأدوار طبعا بكام؟ 72. الثلاث أدوار ب88. أنا بحاول أشوف الوزن بتاعه، تقيل بس شوفي شكله جميل ازاي، فخم جدا للكحك والبسكوت والغريبة وكل الحلويات. يعني خلاص كل الناس بقت بتجيب الشكل ده مش عشان الكحك بس، حط فيه شوكولاتات حلو ب 88 برضه. في اشكال تانية، بصي ده 1 2 3. هوريكي شكله بشكل اوضح، فخم قوي قوي. معرفش ده ممكن يتلف ولا لا، اعتقد اهو يتلف. رجعه مكانه. دي بتاعه فناجين القهوة العربي، دي ب 139 طبعا من غير الفناجين، شايله الفناجين بس 139 ريال، كان ب 169. والله لو كانوا حاطين فيها الفناجين انا كنت خدتها، بس يعني يلا بقى مش مشكله، هم اللي خسرانين. طبعا بهرج محدش يصدقني. دي جميله حط معاها برضو يعني فناجين القهوه برضو العربي، شكل النخله بقى على اساس التمر وكده. كل ده شايل فناجين، شايلك فناجين. ايه الاسعار اهي. ده طقم للشربات ب 63 ريال 3، يعني يتحط بقى فيه اي حاجه مش شرط شوربه يعني. صحن ايه مكتوب؟ صحن ايه؟ صحن حلا، يعني حلا ايه بس اللي هيتحط هنا يا جماعه؟ لا حددوا كده ب 63 عموما يعني. في اشكال تانية اهي، ده برضو 3 مع بعض، 2 3. وده برضو كويس، ده جميل، انا بحب الاشكال دي. 32 ريال. ده ب50، ده 58. ده ممكن تحطي هنا مثلا شوكولاته سايحه، تحطي هنا قطع الكنتالوب العنب، قطع المارشميلو، قطع الفراوله، وتغمسوا في الشوكولات، او مثلا شيبسات وهنا جبنه، خيارات كتير يعني. ده 48 دورين، وده 48 برضو. اقروا انتوا بقى الاسعار، عشان دي برضو بتاعت الشوكولاته، حط هنا الشمعة وهنا الشوكولاتة تسيح، وهنا بقى ايه الفواكه بتاعتك. ده 3 1 2 والتالت ورا. وده برضو 3. كل دي صحون تقديم بتاعت حلويات.
تاني المعجنات، ليها طبعا رجل من تحت. دي سعرها كام؟ السعر بعيد شوية بس ب170 ريال. دي ب170 ريال. طبعا ده كل اللي انا بقول لكم عليه ده بعد التخفيض. العجانات بقى اهي، كانت ب495 بقت ب389 ريال. دي نوعها هوميك، معاها شفشق خلاط ومعاها مفرمة لحمة غير الوعاء العجانة. في لون تاني برضو هي ب389، هي نفس النوع والوان بقى. دي ب299 من غير شفشق خلاط. هي عجانة بس 299. دي اعتقد كينود اهي زي بتاعتي ب540، عليها تخفيض بقت ب486. على فكرة مش قوية خالص. هي المفروض تاخد اللي عندي انا حجمها ياخد 4 لتر عجين. انا حطيت فيها لتر واحد، يعني دخنت، طلعت دخان وريحة، فمش عارفة يعني. المفروض تجيبي واط اعلى واط عشان انت جايباها كعجينة مش مجرد خفاقة للكريمة وبس. 486 تمام كده. كينود بقى اللي معاها اعتقد دي عصارة، طالما دي فيها عصارة وكوباية وحركات. ودوري بقى على مكان في المطبخ عشان تحطيها فيه ما تلاقيش، وتلاقي الدنيا حايسة وتقومي لماها في كيس وتحطيها فوق المطبخ. ده مصيرها. عايزة تجيبي عجينة هاتي عجينة، ما تجيبيش بقى ملحقات والكلام الفارغ ده اللي ملوش اي استخدام يعني. عايزة عصارة هاتي لك عصارة، بس كل واحدة عصارة لوحدها. دي بقى كويس، معاها شفشق العصير وهي عجانة، ويكفي ان هي كينود ب499. كانت ب750 يعني. ديت بقى اللي يتقال عليها فرصة. ايه الضخامة دي؟ ايه ده؟ اشكال ده جميل. شكلي بقى ايه اول ما شفت الالوان دي جريت عليه. 75 ريال. ده صيني او سيراميك زي ما بتسموه. ده حلو للمكسرات. ده ب55 ريال. ده ب50. ده متحرك حلو. بصوا دي، ده يتحط هنا الصوص، هنا الشيبس مثلا، وهنا بقى يعني النكهات، ملح فلفل حاجات كده، بابريكا، ما بتلفش. قلايات اللي بدون زيت دي ب399، كانت ب450. شكلها ايه من جوه؟ افتحها ازاي كده؟ ودي ب399. هي نفس السعر، هي زيها اختها بالظبط. دي ب305. كل دي يا جماعة قلايات بدون زيت. دي لونجي ولا دي؟ دي لونجي.
شكل الديلونجي يعني مهما تعددت الوظائف تلاقوا شكلها في النهايه واحد. دي بتتفتح منين يا جماعه؟ اوبن. لا دي بقى بزيت، دي قلايه بزيت. والميزه بصوا ان الحله بتاعتها بتطلع وتدخل. انا عندي ام زيت ما بتطلعش من مكانها، مش لطيفه خالص. دي بكام؟ ب 799. هي تستاهل سعرها لان الديلونجي بصراحه نمبر 1. كانت ب 899. طبعا التخفيض هيخلص الفتره الجايه دي فهترجع لسعرها تاني. اعتقد ان هي لترين، لتر ونص. دي السعة ضعف لتر و700. دول بزيت، كل دول بزيت. دي هوائية من غير زيت. لحظة كده بس اتأكد. لا يا جماعة دي بزيت. لا 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 دي بزيت 599. دي بقى اللي من غير زيت. دي زي بتاعتي كده، دي ثابتة كده. بصوا بقى مبحبش العقد. دي سعرها 899 ريال. دي برضو 899 ريال اللون الاسود. الكوايات 99 ريال، 657 من 730. هي نوعها ايه؟ دي فيليبس. اشكال طبعا والوان. دي كنت جايباها احمر في اسود، ومع اول وقعه من على الترابيزه خربت. الكوايات بالذات لما بتيجي يعني يحصل فيها مشكله وتيجي تتعالج وتصلحيها خلاص ما بترجعش زي الاول. يا فاكرين ولا مش فاكرين؟ محدش فاكر صح؟ يا خبر ابيض، حد يشيل معايا يا جماعه. ب 120 ريال بقت ب 108. عايزه اقول لكم اول ما جيت السعوديه كانت ب 80 ريال، ب 70 ريال. بس تخيلوا يعني دي تراث يا جماعه، دي تراث، دي التراث. هي دي رمز الكوايه الحقيقيه. لا حول الله. اشكال طبعا، اشكال. واللي معلهوش سعر مش هدور على سعره عشان انا تعبت. دي ب 102. دي تيفال، دي بتاعه السفر برضو بدور لكم على السعر. ب 49 ريال. لذيذه قوي. اعتقد انها بتتحرك، اعتقد دي عشان تتطبق. بصوا قد ايه، 49 ريال. دول بقى اللي بالبخار. ده ستاند بتاعها، ودي بتاعت البخار. دي سعرها 849 1200. خلاص بقى القسم اللي هنا ده ولا ايه؟ دي اللي هي الهالوجين، اعتقد ان دي الهالوجين اللي بيقولوا عليه. ب 195 ريال. حلوه. الكوايات الكبس 792. مش عارفه نوعها ايه، مش بفهم فيهم. اكتر من مره محمد يقول لي نجيبها عشان اللتوات بتاعته، وانا اقول له لا انا بخاف منها، ما اعرفش. بيتعمل لها طبعا ترابيزه مخصوص وكده وتوصيله من تحت حوسه يعني بتاخد مكان. رجعنا تاني للقسم اللي كنا فيه امبارح. بصوا دي امبارح انا شفتها بس نسيت اصورها. دي مثلا يعني بتقسمي المنجايه بالطول وتشيليه الجزء اللي فيه البذرة، الناحية التانية تقومي عاملة دي كده جواها أو جوه الأفوكادو. يعني هي يعني كأنك بتغرفي بيها كده من قلب قطعة الفاكهة. دي ب7 ريال. دي الكوبايات اللي هي العيار،
كوباية، نص كوباية، ربع كوباية، تلت كوباية كده يعني. طبعا لما تلاقوني نو كومنت تعرفوا ان انا مش فاهمة حاجة. ممكن تكون دي بتاعة البيض، اعتقد دي بتاعة البيض، والله اعلم. المعالق القياسات طبعا اشكال والوان. دي قطاعة البيتزا عاملينها شكل عجلة، 15 ريال قطعة البيتزا. دي كويسة، ممكن تقطعي بيها خطوط جنب بعض. دي كام؟ دي ب10، سعرها كويس. مفيش لون تاني طبعا. انا عندي من دول، طلعلك شكلها مشرشر. موزة خدي حطي دي في العربية. هذه أطول منها بشوي. ايه دي قشورة. على فكرة انا يعني من سنين ما بقشرش الجزر ولا البطاطس الا بدي. مستحيل، معرفش امسك سكينة دلوقتي واقشر بيها بعد ما اتعودت على دي. انصحكم بيها. في اشكال طبعا كتير منها، مش شرط نوع محدد يعني. اللي بجنبي كده انا ما جربتهاش. وعلى فكره ارخص نوع برضو بتبقى حاميه وبتعيش عندك. انا عايشه عندي بقى لها 10 سنين اهي. دي ارخص نوع. يا سبحان الله، بصوا بقت ب5 ريال. انا كنت جايباها بريالين والله، ولسه لحد دلوقتي عندي عايشه وزي الفل. مفيش ديسكاونت، بس بصي النوع ده برضه. وريني. لا انا مش عايزه دي، انا عايزه علبه زي بتاعتنا اللي على الفوق. روحي هاتي واحده اهو. دول وريني، ارفعيها كده، ارفعيها ما اشوفها. عندك دي دي ب13 ودي بكام؟ 15. دي ب15. انا عايزه بصي، ايوه هاتيلي اللي زي دي، انا عايزه زي دي يا ريمي، متحرمه كتير. دي ب13. هاتلنا واحده من ديت وتكون طويله كده شويه. مفيش خلاص، هاتلنا دي. خلاص واحدة يعني، حط دي واحدة. حطيها في العربيه اللي مع موزه عشان موزه ما تزعلش. قطعت التفاح انا جايبه من ايكيا. حلوه قوي. قطعت البيض بكام؟ ب23 ريال. عايزين اشوف لكم ايه تاني. حاجات التوم بقى، فرزة التوم امبارح شفتها بس ما شفتش سعرها. دي ب25 ريال وتقيلة قوي وستانلس 100%. ده ايه يا جماعة؟ حد يقول لي ده ايه؟ عموما انا مش عارفة ده ايه. اعتقد هي عاملة زي المقوار بالظبط. ودي برضه بتاعت التفاح. بصي دي بكام؟ ب20 ريال. بصوا عشان في ناس طبعا هنا.